كلنا عارفين ان الفلوس بالانجلش معناها ماني، سهله جدا دي كل الناس عارفاها. لكن لو انت سافرت يو اس او بتسمع افلام اجنبي فهتسمع اسماء تانية للفلوس، زي مثلا الدولار ممكن نقول عليه 1 باك، ال10 دولار ممكن نقول عليهم 10 باكس. اما بقى فئه ال100 دولار فهتسمع الامريكانز بيقولوا عليها بنجامين، او لو اكتر من 100 دولار هتسمعها بنجامينز، ده نسبه الى فرانك بنجامين الموجود على ال100 دولار، وده واحد من الاباء المؤسسين لامريكا وواحد كمان من قواد الثوره الامريكيه. كمان ممكن تسمع حاجات تستغربها قوي زي كلمه مولا، واحيانا برضو في الافلام تسمع كلمه دو اللي هي اصلا معناها العجينه، لكن بيستخدموها علشان يشيروا للفلوس. فتسمع مثلا في الفيلم حد يقول مان يو جات ذا دو، يعني انت حصلت على الفلوس. واخيرا ممكن تسمع كلمه بريد اللي معناها عيش، برضو بيستخدموها علشان يشيروا للفلوس. اكتب لي بقى في الكومنتس كنت تعرف كام واحده فيهم. That'll be 1 buck. And $100. Pay a buck. A buck, eh? $10. Bucks. $10. 10 bucks. 10. 10. 10 bucks. Here's a buck. A buck. Scram. I need moolah. Frankie's got some moolah coming his way. Frankie's got some moolah coming his way. You bring the moolah? You bring the moolah? Got some dough for me, man? You got the dough? You got the dough? Oh man, I really just need to earn some Benjamins this weekend. I need to pay my rent. I'm falling behind. Oh man, I really just need to earn some Benjamins this weekend. I need to pay my rent. I'm falling behind.